انا لسه داخله، ممكن توريني سلسله جاروميت عيار 21؟ حاليا يا استاذه سمر مش معايا سلسله جاروميت، عايزه اقول لك معايا انسيالات جاروميت، والناس كانت بتسال على جاروميت موناكو. هوريكي في اللايف ده تشكيله الجاروميت الموناكو عامله ازاي، وكمان شكلها روعه في اللبس. انا بكل فخر قابلته في فرع المطريه، وشخص بشوش وصالح، ربنا يجعله من اهل الفردوس الاعلى، ربنا يبارك لك، وشكرا جدا لذوقك، شكرا جدا على الكومنت الجميل ده. بصي، في مصحف مش مكتوب عليه. طب ازاي المصحف مش هيبقى مكتوب عليه؟ لازم هيكون مكتوب عليه، ما هو مصحف اهو، لازم هيكون مكتوب عليه الايات القرانيه دي. الناس اللي بتحب المصاحف الاسلامي عيار 21، كرمينه بتقولك انا بس اللي بعمل المصحف في عيار 21، شكله مميز قوي ما شاء الله، جميل جدا، تسلم الايات يا زمزم، شكرا جدا لذوقك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك محتاجه ايه وانا اساعدك؟ طب عايزه المصحف يكون في السلسله بالشكل ده؟ عايزه اقولك ان اكتر مصحف بيكون لايق على السلسله اللي هي السلسله الحلبي، ما نختلفش عليه. ناس كتير بتحب المصاحف تكون في السلسله الحلبي، ده موجود وده موجود. عايزه في السلسله اللي انت عايزاها، عايزاها في البسمارك زي كده، عايزاها في الحلبي طبعا زي كده، ده موجود وده موجود. والمصحف ساده خالص، ما فيهوش ولا فص، فقط عليه بس مينا بسيطه خالص زي المانيكير، وكمان شكلها مميز قوي وتحفه في اللبس. وبقولك مصحفك بيبدا من كام؟ من 4 جرام. مصحف من 4 جرام في عيار ال 21، وكل التشكيله موجوده، وكمان شكلها روعه في اللبس. طب ايه تاني؟ تيجي نشوف حاجه تانية. تعالي لما اقولك ان احنا عندنا تشكيله تانية مميزه قوي. تعالي لما اقولك ان احنا عندنا ايه ده. بصي الجمال والشياكه، بصي الجمال والشياكه والعظمه اللي كرمين عاملاها. بتقولك انا بعمل اساور كارتير 21 11 جرام كل وزن الاسوره، 11 جرام كل وزن الاسوره في عيار كام؟ في عيار 21. تعالي كده اما نشيل كده البصمات اللي عليها ونخليها مرايه اهي. اسورتك مرايه من عند القدس في فرع المطريه وفرع مدينه نصر، كارتير 21 شكلها مميز قوي وتحفه في اللبس. بصي الكارتير عامل ازاي، اسوره كارتير عيار 21، كمان شكلها مميز قوي. كمان هي ايه، مفصله ولا سوسته؟ لا كرمينه بتقولك انا بعمل الاساور مفصله، بعمل لك الاسوره مفصله اهي، بعمل لك الاسوره مفصله وكمان مبطنه كده بالشكل الجميل ده، وكمان شكلها روعه في اللبس. اسوره كارتير عيار 21 وكمان شكلها تحفه في اللبس وروعه. بصي جمال الاساور 21 عامله ازاي في الكارتير. طب ايه تاني معانا؟ تعالي لما اقول لك معانا الاساور الدورنيكا وجمال الدورنيكا، وكمان شكلها روعه في اللبس، وعيار كام؟ عيار 21. الدورنيكا وزنها بيكون قد ايه؟ بيكون 22 جرام. انا عايزه وزن اعلى بشويه من ال 22 ده، عندك ال 29. يعني انت عندك 22 و29 بس؟ لا ده انا عندي اوزان تانية، عندي ال 32 جرام، ودي اكبر واكبر واشيك واحلى، وكل التشكيله متاحه في الفرعين، فرع المطريه وفرع مدينه نصر. بصي جمال الاسوره عامله ازاي. هوريكي السلسله الحلبي تاني يا استاذه سمر، عينيا ليكي، هوريكي السلسله الحلبي من تاني. ما شاء الله تبارك الله، حلويات روعه. لا دي تشكيله محتاجه وقفه، اللهم بارك. والله لايف القدس بيغير المود وبيعلي الايه، الهمه. يا ام عبد الرحمن شكرا جدا لذوقك، ربنا يبارك لك. الاساور اللازور دي الجديده، اساور اللازور دي الجديده، حضرتك تقصدي الاسوره الكلبش عيار 18 دي؟ باذن الله هنبدا نوفرها من الشركه من تاني، الكميه اللي جت خلصت وهنبدا نوفرها من عند القدس في الفرعين من تاني. بصي عامله الاسوره ازاي، بصي جمال الاسوره بصراحه شكلها روعه. عامل لك السلوك اللي كلها دهب في دهب دي، عامل لك الحمص ساده ومنقوش وكمان شكله روعه. لا ده بيقول لك عندي كل تشكيله الاساور، الحمص او الدورنيكا متاحه معانا، وبقول لك اعلى وزن بيكون قد ايه؟ 32 جرام. طب عايزه وزن تاني؟ بقول لك 22 جرام وكمان شكله روعه في اللبس. عايزه الوزن الاخير اللي هو دوت اهو، وزنه قد ايه؟ 29. يعني عندك 22 وكمان عندك ال 29 وكمان عندك ال 32 جرام. ده موجود وده موجود، وزي ما انت عايزه واللي تحبيه هتلاقيه متاح في الفرعين، في فرع المطريه وكمان في فرع مدينه نصر.
الناس اللي بتسأل على العنوان موجودين في 110 شارع ابن فضلان، متفرع من شارع الطيران امام بوابه وفندق نادي النصر للقوات المسلحه. ده بالنسبه لفرع مدينه نصر. احنا موجودين كمان في فرع المطريه اللي هو 181 شارع المطراوي، متفرع من ميدان المطريه، وكمان لينا فرعين مطريه ومدينه نصر فقط. طب ايه تاني معانا تشكيله احلى من كده؟ طبعا معانا تشكيله الاساور احلى من كده. كرمينا دايما معودانا ان هي قادره تعمل لك اساور في عيار 21 وبرده بتكون ساده. وزن الاسوره دي قد ايه؟ تعالي اما نشوف كده. 9 جرام اسوره، 9 جرام، وكمان شكلها مميز قوي وتحفه في اللبس. لا ده انا عايزه الاسوره الفيرزاتشي اللي بتقولي وزنها قد ايه؟ 16 جرام ولا كام؟ 18 جرام. 18 جرام وزن الاسوره الفيرزاتشي. دي اسوره دي ولا ساعة ولا معصم ولا ايه بالظبط؟ بصي الاسوره عامله ازاي. بصي مسطره، الاسوره المسطره الفيرزاتشي، اسوره مسطره فيرزاتشي، متاحه في فرع المطريه ومتاحه في فرع مدينه نصر. شكلها حلو قوي، شيك جدا، ساده. لا ده فيها فصوص من الجنب اهي وفيها فصوص من الجنب اهي. طب الاسوره دي مفصله ولا سوسته؟ لا الاسوره دي بتكون مفصله اهي، انتاج شركه كرمينا عيار 21. شكلها روعه. طب ايه تاني؟ عليها اللوجو بتاعهم. طبعا عليها اللوجو بتاعهم. مفيش قطعه شغل تقدر تخرج من الشركه الا لما يحط اللوجو بتاعه عليها اهي. بيقول لك انا باخد كل الشغل بتاعي في عيار 21 وفي عيار 18 كمان، طالما اللوجو عليها ما اقدرش اتكلم. هو الراجل بيحط لك كل اللوجو على كل المشغولات بتاعته. في غويشه، في اسوره. ده انا عايزاها اسوره وعايزاها غويشه، هقول لك تنفع الاثنين. عايزاها غويشه او عايزاها اسوره. طب ما تيجي نشوف كده حته الجمال والتحفه دي. ايه ده؟ 24 دي ولا كام؟ دي 21. بيقول لك قادر اعمل لك اساور مميزه قوي. بصي رسمه الاسوره عامله ازاي من الجنب. بصي جمال الاسوره. الاسوره هتلبسيها كده، هتلبسيها كده، هتلبسيها كده، هي مميزه. اسوره بتبصم حتى. بصي انا عماله كل ما امسكها الاقي بصمتي عليها. بيقول لك بصمتك عليكي على الاسوره في عيار 21 23 جرام كل وزن الاسوره. ايه ده؟ مرجحه ولا ايه دي؟ اسوره مميزه قوي وكمان ساده. بصي لجمال الاسوره. بصي النقش اللي على الاسوره عامل ازاي. يا رب الصوره تكون واضحه اهي. اسوره كل النقش اللي عليها دوت منقوش بتقنيه عاليه قوي في عيار 21 عند كرمينا. ما بيطلعش قطعه شغل من عنده الا لما يكون الفينش بتاعها مميز قوي. يا استاذه سمر شكرا جدا لذوقك. مش بس